رياض محرز يتسبب في سجن رجل فرنسي لمدة عام، والسبب كان صادما وغير متوقع أبدا. صدر حكم قضائي على رجل فرنسي بالسجن لمدة عام، وهذا بسبب ما فعله مع رياض محرز وتصرفه الذي أحرج الجزائري وجعله يواجه صعوبات ومشاكل كبرى. المحتال الذي لديه أصول عربية يبلغ من العمر 50 عاما، وكان يعمل مديرا سابقا في أحد المطاعم الشهيرة، وبالتحايل والمكر استخدم هوية لاعب أهلي جدة لخداع مشاهير فرنسا، وحصل بالفعل على دعوات حصرية لحفلات من كبار النجوم. ووقع مشاهير فرنسا وحتى العالم ضحية لخبث المتهم اللي كان ينتحل شخصية لاعب الكرة الشهير ويطلب منهم تذاكر كبار الشخصيات لحفلات لنجوم بحجم بيونسي وتايلور سويفت. استمر المحتال في لعبته حتى وقع في الفخ أخيراً حين تواصل مع ممثل شهير مدعياً أنه رياض، ثم تفطن هذا المشهور للحيلة وبدأ يشك في هوية من يتحدث معه. وبعد القبض عليه حكمت المحكمة على المحتال بالنصب وسرقة الهوية، وألزمته بدفع 5000 يورو تعويضاً للاعب كرة القدم عن الأضرار التي تسبب بها. أما من جانبه فاضطر رياض مراراً لنفي علاقته بما يحدث، مؤكداً أن تصرفات هذا الشخص أساءت إلى سمعته بشكل كبير.